السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعي قناة محمد الحجاج عاشق الكيان في كل مكان. حلقتنا النهاردة، لا، الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري للسلة على حساب الزمالك 64-60. وأول تعليق لمارسيل كولر بعد التعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 وسبب تغييره لأفشة. أيضا كواليس لقاء الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام اليوم والتعادل. قبل ما نبدأ حلقتنا، فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري للسلة على حساب الزمالك. حقق الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك بنتيجة 64-60 مساء اليوم الجمعة على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى بالبحرين. شارك الأهلي في المباراة بصفته بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما الزمالك تواجد كوصيف للقب كأس مصر في النسخة الماضية. وقبل بداية المباراة قدم الفريقان والجماهير الدعم لدولة فلسطين من خلال نزول اللاعبين على أرضية اللقاء بالعلم الفلسطيني، كما هتفت الجماهير لفلسطين. سيطر الزمالك على الشوط الأول من اللقاء بفضل تصويبات ثلاثية لأحمد ياسر مودي وأوجي مايو، وكذلك تألق أحمد إسماعيل تحت السلة لينتهي الشوط الأول بتفوق الزمالك 35-29. وفي الربع الثالث ظهر الأهلي بشكل أفضل نسبيا بفضل تألق عمر طارق تحت السلة وظهور إيهاب أمين القوي في الجانب الهجومي، لينتهي الربع الثالث بنتيجة 50-45 لمصلحة الزمالك. وكان رجل الربع الرابع هو سنتر النادي الأهلي عمر طارق على مستوى المتابعات وتسجيل النقاط، مع ظهور جيد للمحترف الأمريكي مارك ليونز في الثواني الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 64-60 ويتوج الأحمر بالرقم. مليون مبروك. أول تعليق لمارسيل كولر بعد التعادل مع سيمبا التنزاني 2-2. كولر وفي تصريحات أكد أنه غير راضي عن النتيجة وكان يتمنى نتيجة أفضل، والفريق أضاع فرص كثيرة خاصة في الشوط الأول. ووصل مارسيل كولر 3 فرص محققة على الأقل، ونحن من فرطنا في فوز كبير ومنحنا سيمبا فرصة للتعادل، واللقاء كان من الممكن أن ينتهي في الشوط الأول. وعن حكم اللقاء أكد أنه سيفترض فيه حسن النية في عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي، وسنبدأ الاستعداد والتفكير في مباراة العودة على الفور. وتطرق بالحديث عن صلاح محسن مهاجم الأهلي الذي شارك في اللقاء، حيث أكد أنه طلب منه استغلال سرعته وعدم التفكير مرتين في لعب الكرة. وكولر قدم وعد للجمهور بتقديم أداء جيد في لقاء العودة والصعود إلى الدور القادم من القاهرة. وعن سبب تبديل أفشة قال:
هدفي كان الدفع بلاعبين يمتلكون قدرة دفاعية جيدة، خاصة بعدما قام فريق سيمبا بالضغط علينا في منتصف الملعب. الأهلي يفرط في الفوز ويكتفي بالتعادل أمام سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي. تعادل الأهلي بهدفين مثلهما مع سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بنيامين مكابة الوطني في دار السلام في ذهاب الدور ربع النهائي في بطولة الدوري الإفريقي. سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا في الدقيقتين 46 و 63. وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل. وتقام بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية إفريقية. وبدأت المباراة بحماس واضح من جانب الفريقين، ولم يستمر جس النبض طويلا، وضغط الأحمر عن طريق رضا سليم وديانج وتاو، وانطلق رضا سليم في الدقيقة 12، لكن دفاع سيمبا ينقذ الموقف قبل أن يتلقى كهربا تمريرة جيدة من كريم الدبيس، وراوغ كهربا مدافع الفريق التنزاني لكنه سددها بعيدة عن الشباك. تراجع سيمبا واعتمد على الهجمة المرتدة، وكاد بيرسي تاو يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 17 بعدما تلقى تمريرة جيدة من أفشة، لكن تاو لعبها بغرابة بعيدة عن الشباك. وصل الأهلي سيطرته على المباراة، ومر رضا سليم تمريرة رائعة إلى كهربا الذي أهدر فرصة ثانية كانت كفيلة بتقدم الأهلي، قبل أن يقود سيمبا هجمة خطرة يشارك فيها ميكيسوني، وتعرض الشناوي لإصابة بسيطة خلال اللقاء وتلقى العلاج في أرضية الملعب قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة. عاد الأهلي للسيطرة على المباراة، وتعرض كهربا للعرقلة داخل منطقة جزاء الأهلي، ورفض الحكم الموريتاني دحان بيدا احتساب الكرة ركلة جزاء، ورغم استدعاء حكام الفار للحكم، لكن الأخير أصر على رأيه ورفض احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي، وهو ما أثار دهشة الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر. وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول تبادل هجمات من الفريقين، ونجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 46 عن طريق رضا سليم الذي تلقى تمريرة جيدة من كهربا ليودعها في شباك الفريق التنزاني. بعدها يتواصل اللعب في وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف نظيف. بدأ الشوط الثاني بنشاط واضح من جانب سيمبا وسط التراجع من الأهلي، وسجل دينيس كيبو هدف التعادل للفريق التنزاني بعد خطأ من دفاع الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي في الدقيقة 53. ووصل سيمبا الضغط وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق ساديو كانوتي الذي استغل ضربة ركنية وأودعها برأسه في الشباك، وجاء الرد سريعا من الأهلي عن طريق كهربا الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 63. ودفع كولر بالثنائي حسين الشحات ومروان عطية
بدلا من قفشة ورضا سليم في الدقيقة 68. وعاد فريق سيمبا للضغط على الأهلي، وأنقذ الشناوي كرة خطرة قبل أن يلعب الفريق التنزاني كرة خطرة ارتطمت بالعارضة وسط رقابة من الشناوي ودفاع الأهلي. وفي الدقيقة 80 أجرى مارسيل كولر 3 تغييرات دفعة واحدة، حيث خرج كهربا وشارك صلاح محسن بدلا منه، كما شارك خالد عبد الفتاح بدلا من كريم الدبيس، وشارك طاهر محمد طاهر بدلا من بيرسي تاو. الدقائق الأخيرة شهدت فرص ضائعة من الأهلي كالعادة، خاصة من صلاح محسن، إلى أن ينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما. قبل ما نختم حلقتنا، فضلا لديك أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحجاج عاشق الكيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.